اكيد انتوا عارفين القصة من مئات السنين. سون كونج دخل من البوابة الجنوبية وتسبب في مشاكل في القصر السماوي، وفي النهاية اتقرب من بوذا ووقع من البوابة وانا كنت بدور عليه. بتقول لها الاحسن تسيبينا ناكلك. بتقول لهم لو اكلتوني ده شينج مش هيسيبكم. طلع لها قزم صغير وبيخوفها، بقوا قزمين. البنت بتحاول تهرب منهم. حصل حاجة غريبة والارض بتتشق والتمثال وقعوا في بطن الارض، والبنت مغمى عليها وبرضه عايزين ياكلوها. رايحين عليها سمعوا صوت، دست على حاجة في الارض واختفت. ظهر قرد متقيد بسلاسل ضخمه بيقول لهم معاكم خوخ. بيقولوا لبعض ده شينج. بيقول لهم انتوا مين؟ قالوا له احنا من قريه لونج شان. بيقول لهم انا حطيت قواعد مفيش اكل بني ادمين. بيقولوا له خلاص ما تموتناش. بيضحك وبيقول هات الخوخ. مد ايده ياخدها، رماها على الارض وداس عليها. بيقول له انا افتكرتك انت اللي تسببت في مشاكل القصر السماوي من 500 سنه. انت عملت مشاكل في عالم الشياطين. بيدوسوا على الخوخ وبيضحكوا عليه. رجع لورا وعينيه نورت وهجم عليهم. معاهم فاكهه تانيه وبيغزوا بيها. ظهرت البنت الصغيره وبتقول له اخيرا لقيتك. هجموا عليها بسرعة، بتهرب منهم ووقعت على الأرض. عملت شعاع جامد وصل عند داشينج وابتدت السلاسل تتكسر من عليه. رايحة البنت بعت عليهم السلاسل طيرتهم. اتفك داشينج وبقى حر. أخد البنت وطلع بيها بسرعة. لو أول مرة تتابعنا اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندنا. بتقوله لازم تتعامل مع الناس يا صاحب السمو. ايه اللي عاجبك في المكان المكسور ده؟ بيقول لها تعرفي المكان ده فين؟ بتقوله مش ده قصر التنين القديم؟ قال لها يبقى ازاي مكسور، وخلع لها قرن من دماغها. بتعيط على الارض وهو بيضحك. بتحاول تزحف وتهرب، راح وقعد عليها وفضل يضرب فيها بابريق فضه لحد ما خلص عليها. جاله خبر ان جبل الخمس صوابع انهار. بيقول له معقول خرج؟ ده انا مستنيه من مئات السنين. بيقول له هنموته يا ولي العهد. بيقول له لا مش دلوقتي، ده حتى ما يقدرش يموت نمله. ده سرق كنز التنين ودلوقتي دمر الجبل. لازم اخليه يدوق المر الاول. بيصحي البنت بعد ما اغمى عليها وصحيت. بتقول له انت قرد ولا وحش ولا ايه؟ انت عارف ان انا كنت بدور عليك من زمان. انا عايزاك توديني القصر السماوي. انت الوحيد اللي ممكن يعمل كده. بص في ايده وقال لها لسه الوقت ما جاش. بتقول له ماشي على الارض ليه؟ ما تطير وتوريني. قال لها انت مزعجه قوي. وصل عند مكان زي مدخل قصر وكان في ناس شكلهم غريب وفي حراس. بيقول لهم اللي يعارض الخالدين اقتلوه. قتلوه. اللي سرق سلسله الحديد اقتلوه. قتلوه. بيقول لهم دي نهايه اللي ما يسمعش الكلام. لوموا على القرد الشيطان اللي خرق القانون السماوي. راح عند نيو وقعد معاه. داشينج بيقول له ضربتني بره ليه؟ بيقول له انت خرجت ازاي وقوتك السحريه مختومه؟ ايه بتقول له انا اللي خرجته عشان ياخدني على القصر السماوي. انا فاكره القصه كلها، مش انتوا 7 في العهد؟ نيو بيقول لها كل ده كان ماضي. شينج بيقول المره دي هنجح اكيد. وهو بياكل نيو حط ايده على ايه بيبص عليه، قام بسرعه وهجم. هو ونيو واقفين قدام بعض. قال لها يلا نمشي من هنا. خدها وطلعوا بره. بيقول ايه ده؟ اختي بالقانون؟ بتقول له بفضلك انت غضبت المحكمه السماويه وبقينا في عالم الاشرار. طلعت رايه وهي بتكلمه وبص لقى نيو وبيقولوا اربطوه. هجموا عليه وابتدى يطير فيهم ويضربهم كلهم. طايح فيهم ضرب ومحدش قادر عليه. رابطهم كلهم وبيعمل حركات جامده. قايمين من على الارض وبيتوجعوا. بيقول لهم انا في خطر، انتوا عملتوا ايه؟ بيقولوا له انت فكرت فينا لو كنت نجحت؟ نيو راح له بيقول له استسلم للقدر. بيقول له لا مش هستسلم ابدا، انا خسرت في السما. لسه هيضربه البنت وقفت قدامه. بتقول له انت ليه بتتنمر على داشينج؟ بيقول لها ده مش داشينج. اخد البنت بسرعه وطار لبعيد. هزروا مع بعض والبنت بتقول له ليه بيقولوا عليك مش داشينج؟ وايه موضوع القلب ده؟ بيقول لها تعالي الاول ندور على العصايه الذهبيه. بتقول له انت عايز القلب ولا العصايه ولا ايه بالظبط؟ السلاح ده اسمه روح السيطره ويقدر يتحكم في عقله. الشيطان هو اللي صنع السلاح ده في العصور القديمه. ولي العهد بيقول له قرد الشيطان رجع تاني وانا عايز اجيبه بالسلاح ده. عايز العالم يعيش في سلام. بيقول له السلاح ده اتختم بقوه بوذا رولاي، حتى لو اديتهولك ما اقدرش افتحه. كنز التنين تحت الطائفه الخالده، من غير اذن المحكمه السماويه ما تقدرش تقبض عليه. حط ايده على دماغه ودخل صبعه الحديدي فيها وخلص عليه. السلاح بقى تحت ايده. بيقول لهم بلغوا محكمة السماء ان قرد الشيطان سون وو قتل الخالد. داشينج اخد ايه وراح على بيته. بيقول لها شفتي بيتي جميل ازاي؟ او العصايه الذهبيه موجوده في الكهف ده. البنت بتقول له انا مش شايفه اي شيطان هنا. بيقول لها ده مكاني، مين يقدر يجي هنا؟ في ثواني وصل وحش عنده. بيقول لها ما تخافيش ده حيوان اليف وانا اللي مربيه. اداله بوكس طياره. بيهاجم داشينج. البنت وقفته. بتقول له القرد بيحب الموز اكتر من اي حاجه. هو انت مش قرد برضه؟ بيقول لها لا احنا مختلفين جدا عن القرود دي. دخلوا الكهف. بيقول لها عدت مئات السنين بس الكهف لسه زي ما هو ما اتغيرش. بتقول له ايه ده الكهف ده جميل قوي، امال فين العصايه الذهبيه؟ طلعوا فوق والعصايه الذهبيه ظهرت. بيقول لها اخيرا عصايتي الذهبيه، وزنها 13 كيلو ومحدش يقدر يرفعها. مسك العصايه مش عايزه تتحرك من مكانها. بيحاول معاها وبرضه ما بتتحركش. بتقول له مش قلت محدش يقدر يحركها غيرك برضه؟ ظهر واحد بيقول مش هيقدر يحركها عشان هو ما يستحقش ده. بيقول لها ده اخويا التاني ملك الشيطان
مقدس في البحر. بيقول لها داشينج مات، اللي واقف قدامكم دلوقتي هو الجنرال العظيم، امشي من هنا انت ما تقدرش تاخدها. بيقول له انت بقيت كلب حراسة الباب، ده بيتي، امشي انت من هنا. الولد بيضربه وبيقول له ولي العهد شرير وموت ابويا، انا هروح القصر السماوي وهبلغ عنه. ضرب الولد طياره وبيضرب داشينج، علقه وبيقول له مش عايز اقتلك. ضربه بشعاع، طلع من ايد الولد حاجه زي الدم، راحت على العصايه الذهبيه، العصايه اتحركت وضربته وراحت في ايد داشينج، خاف واختفى من قدامه. بيقول لها في حاجه بينك وبين المكان ده، بيربط لها ايديها وبيقول لها عدوك قتل ابوك وامك وانا اللي هقتله. بتقول له لازم الانتقام يخلص، انا هروح قصر الامبراطور وابلغ عن الحكومه. بيقول لها وعد مني هاخدك على القصر السماوي. بيقول لهم بتخبوا الاسلحه وبتهاجموا الخالدين كل يوم، اقتلوا الولد ده. لسه هيضربه، نيو قال لا الطفل ده بريء. بيقول له ده اسمه تمرد، انا هساعدك بس انا قلت النهارده لازم 3 يموتوا. نيو قال له موتنا انا. لسه هيقتله، العصايه الذهبيه وصلت. داشينج بيقول له مين اللي يقدر يعمل كده في منطقتي؟ راح يضربه، نيو مسك العصايه. بيقول لهم سلاسل الحديد مش تقيله عليكم؟ بيقولوا دي القواعد اللي حطها لخالد. بيقول له السما اتغيرت والقواعد هتتغير. بيقول لهم خليكم معايا واحنا هنرجع كل حاجه زي ما كانت، هنسرق حاجتنا اللي اخدوها مننا. عايز السما والارض يعرفوا ان سون رجع. بيهتفوا باسمه يعيش داشينج. بيقول له مش هقف قدامك بس خلي بالك، لو كررت نفس اخطائك قبل مئات السنين كل الاخوه دول هيموتوا بسببك. ولي العهد بيقول القرد الشيطان خسر القوه السحريه، ازاي ما عرفتش تهزمه؟ اكيد عشان صداقتك القديمه معاه. بيقول له انا قطعت علاقتي بيه من زمان. بيقول له الابره السحريه موقوفه، ازاي قدر يفك الختم؟ بيقول له في بنت صغيره معاه هي اللي ساعدته بالدم بتاعها. بيقول له هديك فرصه تانية، هات لي البنت دي هنا. قاعدين مع بعض وبيحطوا خطه، قريه يانج تحت حراسه الخالد. داشينج رايح ومعاه جيش كبير ومعاه القرد العملاق، هجموا عليهم وداشينج بيستخدم العصايه، بيطير وبيعمل حركات سحريه. بيحتفلوا مع بعض وفرحانين قوي. رجعوا القريه وسيطروا عليها. مساعد ولي العهد وصل على المكان ومستخبي. زعلت منه عشان مش عايز يلعب معاها. المساعد لبس زيهم عشان محدش يعرفه. طلع للبنت قال لها ممكن نبقى اصحاب والعب معاكي؟ قالت له ماشي تعالى معايا. ظهر داشينج وقال لها ما تزعليش هلعب معاكي خلاص. خدها ومشي بيها. بيلعب معاها وبقى بيحبها جدا ودايما فاكر كلامها. داشينج انت في القلب. بتقول له يا لو بابا وماما كانوا موجودين دلوقتي. على العموم مش مهم عشان داشينج موجود. امتى هنروح على القصر السماوي؟ بيقول لها ما تقلقيش هنروح اكيد. ولي العهد بيقول قرد الشيطان قتل الخالد، بقى قائد الشياطين في القتال. قال له بأمرك تقضي على قرد الشيطان وانت كمان هتمسح عرق التنين وتبقى خالد. الحراس جابوه بيقولوا له قتل الخالد في مدينة نيو. بيطلب الرحمة، بيقول له انت معرفتش الرحمة ليه وانت بتقتل اخويا؟ لسه هيموته. قالت له لا ما تقتلوش ووقفت قدامه. بيقول لها ده راجل شرير ولازم يموت. بتقول له لو قتلته هتبقى اسوأ منه، التزم بالقوانين ما تقدرش تقتله من غير اذن. قال لها انا القواعد وانا القوانين. بيقول لها اختاري دلوقتي انت معايا ولا معاهم؟ عيطت قال لها فهمت سيبوه يمشي. راحت له زعل منها وقال لها مش مشكله سيب لخالد دلوقتي، كده كده هقتله. بتقول له انت داشينج انت دايما في قلبي. بيقول لها في قلبك بس وايه الفايده؟ زعلت وجريت لوحدها. طلع لها المساعد واختفت. بيقول له انا حاولت وعملت كل اللي اقدر عليه عشان اعذب الشيطان، انا اسف سامحني يا ولي العهد. قال له مفيش مشكله خد دي. وصل المساعد وجاب البنت والخالد كان ماشي. ضربت ولي العهد وقالت له انت اللي قتلت ابويا وامي. عورها في ايدها واخد منها دم للسلاح السحري، طلع منه تاج بعته على واحد من اتباعه. اداله امر طلع الخنجر وخلاه يموت نفسه. بيقول هخلي قرد الشيطان يموت الشعب بايدي وهدمر سمعته. رجاله داشينج كانت بتحضر الاسلحه والمعدات ورجالته عايزين يهجموا. ولي العهد بقى متحكم في السلاح السحري القاهر، بعت التاج وبيقول خليه يستمتع بيه. القرد بيقول له بلاش غضب، بلاش نغضب السما دلوقتي. التاج جه في ايده وفي العصايه، ابتدى يضرب رجالته بيها. السلاح السحري متحكم في العصايه ومحدش يعرف غير البنت. نزل فيهم ضرب ومبهدلهم. بيقول داشينج مالك بتعمل كده ليه؟ طلع بره وولي العهد متحكم فيه. القرد العملاق وصل، طار عليه وضربه بالعصايه. وقع القرد على الارض وشكله مات. ولي العهد ظهر له بيقول له انت ملك الشيطان، انت الشخص اللي قتل نفسه. وقعه على الارض وقال له انت مجنون. بيقول له ارجوك اقتلني. بيقول له لازم تعرف الاول معنى الهزيمه والسمعه الوحشه. شايف ان حالتك مش احسن من الكلاب الضايعه. الابره السحريه دي هي كنز التنين ورجعت لملكها الاصلي. لسه هيضربوا حاجه جت طيرتهم ووقع التاج على الارض واتكسر، وتقريبا دي عصايه مرات نيو. في وسط رجالته بيقولوا له انت قتلتنا ليه؟ البنت الصغيره بتنادي عليه. صحي من النوم وكان حلم مزعج. بيقول له انت اتخدعت، الشاب ده من عرق التنين. السلاح اللي معاه ده اسمه روح السيطره، يقدر يحكم كل الخالدين اللي في العالم. السلاح ده خطير جدا. بيقول الانتقام. بيقول له عايز ناس تانية تموت؟ انت لازم تستسلم. انت عملت مشاكل كتير قبل كده وكل ده عشان رغبتك الشخصيه، عمرك ما فكرت في حياه اخواتك. قال له عندك حق واختفى من قدامه. وهو معدي لقى ولد جامع ناس وبيحكي حكايه داشينج مع القصر السماوي وازاي كان بطل. الناس بتقول ده قرد الشيطان وموت كل رجالته، ده قرد غبي.
وهو ماشي خبط في الخالد، بيقوله البنت اللي كانت معاك ولي العهد قبض عليها، مش بقولك كده عشان بحترمك، لا ده عشان البنت انقذت حياتي. ايه محبوسه في السجن ودخل عليها المساعد وقال لها تعالي معايا اخرجك من هنا، طلع بيها يهربها لقى ولي العهد في وشه، حبسهم هما الاتنين في سجن واحد. بيقول لها انا وهو مش اخوات، بتقول له لا انتوا اخوات انا قريت قصتكم، قال لها لا طول عمره عنيد، لما عمل مشاكل في القصر السماوي رجعت الشياطين، هو عايز يكرر نفس الغلطات، كل اللي يهمه الشهرة وبس. ده شينج معاه عصاية عادية وبيفكر هيعمل ايه. في قصر او جزيرة كبيرة بتخرج من تحت المية، ده شينج راح على هناك بيقول لولي العهد فين البنت، ما ردش عليه، طاروا رايح يضربه، صد الضربة وضربه طياره وراح وراه، بيقول له من غير كنز التنين انت ولا حاجة، فلت منه وبيحاولوا يضربوا بعض، ولي العهد بيضربه جامد، عمل شعاع وطلع عصاية بشوكة من قدام، حدفها عليه والقرد اتفاداها، ابتدوا يتقاتلوا تاني، لسه هيضربوا، المساعد مسكه وحدف العصاية بعيد، البنت جت جري على داشينج، ضرب المساعد طياره على الارض، رايح عليه البنت جريت ناحيته، ضرب عليها شعاع جامد، وقع على الارض ومش قادره تتحرك، نازل ضرب في داشينج، عمال يديله بوكسات في وشه ومبهدله حوالي 100,000 بوكس، البوكس الاخير طيره، بيقول له عايز تعرف معنى الخساره هخليك تشوف، حدف الحربه على ايه وداشينج طاير وراها، الحربه جت فيها وقالت رجع الحربه ورايح عليه، المساعد فك نفسه واخده وطار بيه، بتقول له انا عايز اروح القصر السماوي وماتت، زعلان عليها قوي بيعيط، بيفتكر كلامها انا لقيتك اخيرا، القرد الحقيقي مش وحش صحيح، افتكر كل اللقطات اللي كانت بينهم، داشينج انت دايما في قلبي، اخد اخر دم من ايديها واستعاد القوة السحرية بتاعته، ابتدى يتحول ويدور، ولي العهد رجع وحدفه بالحربة، استقبلها بصدره وعدت وما حصلوش حاجة، داشينج ملك القرود، شكله ولبسه اتغيروا، عصايته السحرية رجعت له، ولي العهد استدعى تنين، ضربه بالعصاية، راح لإيه بيقول لها من مئات السنين كنت بعمل كده عشان نفسي، النهارده هعمل كده عشانك، يلا بينا على القصر السماوي، اخد البنت وطلع بيها فوق على السما، الرعد والبرق شغالين عليه وهو مكمل، شايفينه وهو طالع ومبسوطين، وكان طبعا راكب على العصايه بتاعته، وصل اخيرا على القصر في السما، كان في تنين عايز يقتله، طلع عنده فوق وضربه وركب عليه، اداله ضربه في دماغه ونزل على الارض، رايح عليه موته، سمع كلام البنت في ودانه، اوعى تموته هتبقى انت اسوأ منه، اخواته هم كمان وصلوا عنده فوق، بيقول له انا ملك القرد السحري، جاي اقول لك التنين الابيض شرير، قال له بس ممكن يصلح اخطائه ويرجع على الشط، بيقول له امتابها مين اللي هيرحم ايه، بيقول له كل حاجه مصنوعه من القلب، الخير والشر وكل حاجه، انت لازم تشيل الكره من قلبك، لو لسه عايز تنتقم مش هقدر اشيل جرايمك، انت لازم ترجع جبل الخمسة، لازم تلاقي مصير بوذا، بيقول له انا النهارده بس عرفت ان انا من غيرهم ولا حاجه، اديني الفرصه وانا هفضل تحت جبل الخمسة للابد عشان ابدل السلام في حياتهم الجايه، ادى الموافقه وايه طارت من مكانها، داشينج رجع الحبس بتاعه في الجبل، كان قاعد سمع صوت واحد وقع قدامه وبينفض نفسه، بيقول ايه الحفره اللي وقعت فيها دي، ايه ده انت مين، اسمك ايه، قال له سون كونج، بيقول له اخيرا قابلت الراجل الحقيقي، لا القرد الحقيقي، لا وحش القرد، افتكر كلام البنت اول ما قابلته. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.